السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. هنتكلم في الفيديو ده عن موضوع مهم جدا، وهو ازاي تراجع انجليش دلوقتي صح، وايه اهم الاجزاء اللي لازم تركز عليها في المراجعة علشان بيجي اسئلة كتير منها في الامتحان فتبقى ضامن درجتها. بجد الانجليش من المواد السهلة اللي لو فهمتها صح هتقدر تلم فيها درجات كتير في الامتحان. فكمل معايا الفيديو للاخر علشان اقول لك ايه افضل نظام مراجعه للانجليش دلوقتي، وايه اهم النقط اللي لازم تركز عليها وانت بتراجع. بس قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تنزل تعمل لايك للفيديو، ولو لسه اول مره تشوفني يا ريت تعمل سبسكرايب للقناه علشان يوصلك اي فيديو جديد ننزله. اول حاجه قبل ما تراجع لازم تبقى فاهم الماده اللي انت هتراجعها دي الامتحان بتاعها هيجي ازاي، نظام الاسئله بيجي عن انهي جزئيه. فانا بقول لك الامتحان بتاع الانجليش بتاع اخر السنه بيجي بنسبه 80-20. 80% من الأسئلة بيجي على الكلمات وبيجي على التعريفات اللي بتبقى آخر الدرس، وكمان اللي هو النوتس المهمة جدا. و20% بس بيجي على الجرامر بتاع المنهج. فمعنى كلامي ده اللي انت لازم تبقى ذكي وانت بتذاكر. النسبة الكبيرة جدا يعني 3/4 الامتحان تقريبا بيجي على الكلمات. فبقى ما تبقاش داخل الامتحان والكلمات حافظها نص نص، هي والنوتس اللي بعد الدرس وكمان التعريفات اللي هي الديفينيشن اللي موجوده بعد كل درس. الكلمات دي مهمه جدا، بيجي عليها 3/4 اسئله الامتحان على الجزء ده، و20% تقريبا بس على الجرامر بتاع المنهج كله. فلازم وانت بتراجع تبقى مركز على الكلمات وعلى النوتس وعلى التعريفات اللي بعد الدروس. بس برضه ما ينفعش تهمل الجرامر، لا الجرامر برضه بيجي عليه اسئله، وهقول لك ان شاء الله في الفيديو ده اسئله الجرامر اللي بتيجي في الامتحان بتيجي على انهي جزئيه فيه بالظبط عشان تركز عليها. اول حاجه جزء الجرامر لازم تبقى فاهم الازمنه كويس قوي، وتعود اول ما تيجي تحل جمله لازم تبقى فاهم الاول وكاتب ان زمن الجمله دي ايه، في المضارع ولا في الماضي، وتنزل على الاختيارات تشوف اختياراتك اللي لو الجمله زمانها في المضارع فانت اشطب على الاختيارات اللي موجوده في الماضي. لازم تحل بالطريقه دي، اللي انت تبص على الجمله تشوف الزمن بتاعها ايه وتنزل على الاختيارات تستبعد الغلط. الطريقه دي مهمه جدا وسهله، هتسهل عليك الحل. تاني حاجه لازم تركز عليها في الجرامر وهو الفعل المبني للمجهول. بجد اسمع مني، لازم تركز على الدرس ده كويس قوي قوي، لان انت اغلب اسئله الجرامر بيبقى جاي على الدرس ده، على الفعل المبني للمجهول، على الباسم. مهم جدا تركز عليه وتحل عليه كتير. بجد درس الفعل المبني للمجهول لازم تبقى مركز عليه قوي وحالل عليه كتير، لان انت الاسئله اصلا اللي بتيجي بتلخبط في امتحان اخر السنه على الدرس ده. وكمان لما تيجي تحل الجمله بتاعته، يعني انت لما تيجي تقرا الجمله ما تجيش بقى ايه على اول اختيار كده اللي انت تبقى حاسه المبني للمعلوم وهتختاره. شوف الاختيارات، هتلاقي في الاختيارات فعل مبني للمجهول، فانت ده هيخليك تركز في الجمله تاني وتعيدها تاني وتقراها، وهيخليك تختار صح. ما تتعودش ان انت تقوم يا دوب ممشي عينك على الجمله او على السؤال وتقوم مختار تحت. لا، انت مشي عينك على السؤال وانزل تحت بص على الاختيارات، شوف الازمنه اللي عندك مبني للمعلوم، مبني للمجهول، ترجع تاني للسؤال تشوف هو طالب ايه. بجد الدرس ده اغلب الاسئله اللي بتيجي عليه هي اللي بتبقى عامله مشكله في الامتحان وهي اللي بتلخبط. فالدرس ده لازم تبقى مركز عليه كويس قوي وحالل عليه ومتعود ازاي تحل على الدرس ده. بالنسبه بقى للكلمات، الجزء المهم عندك لازم تبقى مذاكرها كويس قوي. الكلمات اللي في المنهج لازم تبقى مذاكرها، وتحاول كمان لو تعرف تجيب كلمات من بره المنهج اللي هي الكلمات العامه اللي احنا عارفينها دي لازم تبقى حافظها، لان بجد الكلمات هي تقريبا اساس الماده دي، اساس اللغه. يعني انت لو جاي تبني بيت فانت بتجيب الاول طوب علشان تبدا تبني، هو بالظبط الطوب ده بالنسبه للكلمات في الانجليزي. انت علشان تبقى حلو في الماده دي وتقدر تفهم الجمل، وكمان ده انت لسه بالكلمات هتحتاجها اكتر في القطعه، ده انت القطعه لازم تبقى فاهم الكلمات. فانت اي كلمه تلاقيها مش عارفها لازم تسجلها في الكشكول بتاعك وتبقى عارف معناها وتحفظها. بجد الكلمات ما تسيبهاش خالص، الكلمات اللي في المنهج لازم تبقى مذاكرها كويس قوي. ولو تعرف كمان من الاختبارات اللي انت بتحلها لو في كلمة انت مش عارف معناها فتسأل فيها وتدونها عندك. مهم جدا النقطة دي، الكلمات لازم تبقى مركز عليها ومذاكرها كويس قوي. وبعد كل درس هتلاقي عندك في حاجة اسمها النوتس دي برضو مهمة جدا، اللي هو بيفرق لك بين الافعال، والحاجات دي مهمة جدا وبيجي عليها اسئلة كتير في الامتحان. وبرضه بتلاقي في الصفحه اللي بعدها حاجه اسمها الديفينيشن، التعريفات. الكلمات بتاع التعريفات ديت هي اللي بتيجي، وكمان بيجيب لك تعريف في الامتحان كده، وانت بيطلب منك اللي انت تكتب الكلمه دي او المعنى ده بتاع انهي كلمه فيهم بالظبط. فلازم تبقى مركز على الكلام ده وضامن درجاته في الامتحان، لان الحاجات دي بجد زي ما بقول لك ثوابت لازم هتلاقيها في الامتحان. بس بجد لازم تبقى مركز على الكلمات لازم تذاكرها كويس قوي، الكلمات اللي عندك في المنهج، وكمان الكلمات اللي انت بتلاقيها وما بتعرفش معناها وبتترجمها لازم تكتبها عندك في كشكول وتخليها معاك، لازم تحفظها. لان الكلمات هتفهم منها الاسئله،
اللي هي الاختيارات، هتفهم معاني الكلمات، وكمان هتيجي في القطعه، فانت هتلاقي لازم تبقى محتاج اللي انت يبقى عندك حصيله لغويه من الكلمات، وكمان عندك في الترجمه، فانت لازم بجد الكلمات لازم تبقى مذاكرها كويس قوي. ولو جيت بصيت في امتحانات السنين اللي فاتت على مدار 4-5 سنين، مش هتلاقي امتحان معدي الا وفيه قاعده او ان وذا. القاعده دي مهم جدا، لا هي مش موجوده عندك في المنهج، بس لازم تخلي المدرس بتاعك او تسمع فيديو ليها على اليوتيوب، اللي انت تبقى عارف امتى تختار وامتى تختار ان وامتى تختار ذا. مهم جدا الحته دي، لان بيجي عليها نقطه في الامتحان، فتبقى عارف ضامن درجتها. كمان بقى مهم جدا ان انت عندك ضمائر الوصل، ده مقرر عليك في المنهج، في قلب المنهج، وتبقى عارف امتى اما تيجي تحذفها، امتى تستخدم الاي ان جي، وامتى تستخدم التصريف الثالث. مهم جدا الكلام ده. والاسئله اللي بتيجي في الجرامر، اللي احنا قلنا ال 20% الاسئله اللي بيجوا من الجرامر بيجوا على الاجزاء اللي انا بقول لك عليها دي. فقلنا في الجرامر لازم تبقى فاهم الازمنه، تركز قوي 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 على الباسيف المبني للمجهول، وكمان تركز على قاعده وان وذا، وحالات اف برضو لازم تبقى عارفهم، وكمان ضمائر الوصل، ولما احذفها امتى استخدم الاي ان جي، وامتى استخدم التصريف الثالث للفعل. وبالنسبه بقى لكتاب المراجعه اللي كنت بحل منه، وهو كتاب ماي نيو فريند. الكتاب ده مهم جدا والله، واسئلته حلوه، وهو حاطط لك الامتحانات بتاعته. نظام الامتحانات في الاول بيقول لك امتحانات على كل وحده. الامتحان اللي على كل وحده ده بتلاقي اسئله اختيارات، وبعدين بتلاقي الرايتنج، وكمان هتلاقي عندك على كل امتحان هتلاقي فيه قطعتين. ومهم جدا تحل القطع دلوقتي، القطع مهم جدا، لازم تتعود على حل القطع. انت لو سبت القطعه وقلت هبقى اشوفها في الامتحان، انت بجد هتضيع الدرجات بتاعت القطعه كلها. الناس اللي كانت بتحل الواجب وسايبه القطعه تقول لك هسيب القطعه هبقى اتدرب عليها قبل الامتحان وتحل الاختيارات بس، دلوقتي خلاص مفيش وقت، لازم تحل القطعه دلوقتي. فقلنا في الكتاب ده كل امتحان هتلاقي فيه قطعتين، ادي كل قطعه اهيت والاسئله بتاعتها، لازم تتدرب وتحل القطعه دي دلوقتي، لازم تتدرب على حل القطعه. صدقني لو سبتها للامتحان بجد انت درجاتها خسرتها. وكمان بتلاقي اسئله على الترجمه وكمان القصه. فالكتاب ده بجد انا كنت بحل منه، وكان فعلا اسئلته كويسه جدا. بس كده، وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده، يا رب تكونوا استفدتم. ولو حابين تشوفوني تاني في فيديو جديد نتكلم فيه عن مراجعة مادة جديدة، يا ريت تعمل سبسكرايب للفيديو وشير كتير ليه. بس كده، اشوفكم الفيديو الجاي.